أهلا بيكم. خلاص كلها ساعات وتبدأ ال90 دقيقة الأهم في موسم الأهلي. الماتش ده هو مفترق طرق، يا إما فوز وتأهل يا إما خروج من دوري الأبطال بدري، وده ما حصلش من 7 سنين. النهاردة هنشرح بالتفصيل إيه اللي حصل في ماتش الذهاب، وهنحط مع بعض الخريطة التكتيكية اللي الأهلي محتاج يمشي عليها عشان يكسب ماتش العودة. طيب، عشان نفهم ازاي الأهلي يكسب لازم الأول نعرف إيه المشكلة بالظبط. فالنهارده هنمشي خطوة خطوة. الأول هنفصص أخطاء ماتش الذهاب ونشوف ازاي باتريس بوميل مدرب الترجي قدر يستغلها. بعد كده هنقلب الترابيزة ونكشف نقط ضعف الترجي نفسه، وبناء عليه هنحط خطة لعب واضحة للتأهل، وفي الآخر هنتكلم عن التغييرات اللي لازم تحصل في التشكيل. يلا بينا نبدأ بأهم حاجة. أول خطوة عشان نكسب هي إننا نفهم كويس قوي إيه اللي حصل غلط في رادس. خلينا نحلل أخطاء ماتش الذهاب. السؤال المهم هنا هو إيه اللي حصل بالظبط؟ الأهلي الحقيقة بدأ الماتش بشكل منظم دفاعياً، كان بيقابل من نص ملعبه والخطوط قريبة من بعضها، لكن فجأة كل ده اتفكك. المنظومة دي اتهزت بسرعة بسبب أخطاء معينة فضلت تتكرر، والأخطاء دي ما كانتش صدفة، لأ، دي كانت نتاج مشكلة تنظيمية واضحة جدا في التحولات. المشكلة الحقيقية ما كانتش في خطة اللعب قد ما كانت في الفوضى اللي بتحصل في اللحظة اللي الفريق بيفقد فيها الكورة. التحول من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية كان سيء جدا، وظهرت مساحات فاضية قاتلة، والترجي طبعا استغلها بذكاء، وده كان أساس خطتهم من أول دقيقة. وهنا بقى بنشوف أصل الحكاية. الموضوع كله كان عبارة عن لحظات سرحان وعدم تركيز، والترجي استغلها صح. يعني مثلا شفنا محمد هاني بيتسحب من مكانه أكتر من مرة، وده كان بيعمل خلل في الخط الخلفي كله. ولما لاعب خط النص زي ديانج مفروض يعمل التغطية العكسية وما يعملهاش، هنا بتتخلق المساحة اللي فلورين دينهو بيجري فيها بمنتهى السهولة. الجملة دي بتلخص بالظبط حجم المشكلة. لقطة زي دي بتوضح غياب تام للتركيز الدفاعي، وكان ممكن تكلف الأهلي جون بمنتهى السهولة. ده بيورينا قد إيه خطأ بسيط في التمركز أو في لحظة سرحان ممكن يفتح الملعب كله للمنافس. والمشكلة ما كانتش دفاعية بس، هجوميا المشكلة ما كانتش في المجهود. يعني لعيبة زي زيزو كانت بتجري وبتموت نفسها في الملعب. المشكلة كانت في انعدام الفعالية. مفيش قرارات صح في التلت الأخير، مفيش تمركز سليم، ولما الفريق كان بيقطع الكورة التحول الهجومي كان بطيء جدا، فكل المجهود اللي بيتعمل كان بيروح على الفاضي. الأخطاء اللي بنتكلم عليها دي طبعا ما عدتش على مدرب الترجي باتريس بوميل. الراجل كان مذاكر كويس قوي وحاطط خطة واضحة ومباشرة عشان يستغل كل ثغرة وكل غلطة في دفاع الأهلي. خطة بوميل كانت بسيطة جدا لكنها فعالة لدرجة قاتلة. كانت بتعتمد على حاجتين: أولاً الكرة الطويلة المباشرة في ظهر دفاع الأهلي للمهاجم فلورندينو. ثانياً ودي الأهم، عمل زيادة عددية ناحية محمد هاني عشان يعزلوه تماماً ويخلقوا موقف 2 على 1 ضده. وفكرة الأوفرلود أو الزيادة العددية دي كانت السلاح الأساسي بتاع الترجي. ببساطة شديدة كانوا بيحركوا لاعب زيادة في جبهة محمد هاني، يسحبوه لبره ويفضوا المساحة اللي في ظهره للاعب تاني يجي من وراه. بكده كانوا بيضربوا الخط الدفاعي كله بحركة واحدة. طيب، هل ده معناه إن الترجي فريق من غير نقط ضعف؟ لا طبعا، بالعكس، منظومة الترجي الدفاعية فيها مشاكل وثغرات واضحة جدا، والأهلي يقدر يستغلها لو لعب بتركيز وذكاء. ودي بقى خريطة الكنز للأهلي. دي مش مجرد أخطاء عادية، دي عيوب أساسية في طريقة لعب الترجي. نبدأ بحارس المرمى بشير بن سعيد اللي بيغلط كتير في الكرات السهلة والعرضيات. ونيجي للنقطة الأهم، الظهير الأيمن إبراهيم كيتا اللي تمركزه سيء جدا وضعيف قوي في مواجهات الواحد على واحد. ده غير إن الفريق كله لما بتضغط عليه وهو بيبني اللعب بيتزنق وبيغلط. تمام، كده عرفنا مشاكلنا وعرفنا نقط ضعفهم. نيجي بقى للسؤال الأهم، نعمل إيه عشان نكسب؟ دي خطة تكتيكية واضحة ومحددة للأهلي عشان يضمن التأهل. خطة الماتش لازم تبدأ من قبل ما ناخد الكورة، مش هنستناهم. لازم الأهلي يبدأ بضغط عالي منظم على دفاع الترجي. الهدف هنا إننا نمنعهم من بناء اللعب براحتهم، ونقطع خطوط التمرير عن أهم لاعب عندهم، وبكده نجبرهم يلعبوا الكرة الطويلة اللي بنبقى مستعدين لها ونقطعها بسهولة. طيب، ولما الكرة تبقى معانا الهجمة لازم تبقى سريعة ومباشرة. كل اللاعب لازم يتركز على استغلال نقطة الضعف الواضحة اللي هي إبراهيم كيتا. أهم حاجة كمان، لازم عدد لعيبة الأهلي جوه منطقة الجزاء يزيد وقت العرضيات. مش كفاية نرفع عرضية، لازم نلاقي اللي يترجمها الهدف، يعني مهاجم ولاعب وسط زيادة وجناح عكسي كلهم جوه الصندوق. وطبعا لازم نشوط كتير عشان نختبر الحارس اللي بيغلط. أي خطة مهما كانت عظيمة محتاجة اللعيبة الصح عشان تنفذها. عشان كده لازم نتكلم عن التعديلات اللي لازم تحصل في التشكيل. أول وأهم تغيير هو حل معضلة زيزو. زيزو لما بيلعب مهاجم بيبذل مجهود خرافي، بس بيبقى معزول تماما وبيبعد عن منطقة الخطورة. زيزو لازم يرجع لمركزه الطبيعي كجناح عشان نستفيد من أهم ميزة عنده، العرضيات المتقنة وقدرته على صناعة اللعب.
الشكل الهجومي المثالي للأهلي هو وجود مهاجم صريح زي بن شرقي مثلا، يكون محطة جوه الصندوق ويشغل المدافعين، وفي نفس الوقت يكون مدعوم بأجنحة بتعرف تعمل عرضيات، ومعاهم لاعب خط وسط زي إمام عاشور بيزيد من العمق. الكثافة دي في التلت الأخير هتصعب المهمة جدا على أي دفاع. الشكل ده بيوضح بالظبط الهجوم المتوازن المفروض يكون عامل إزاي. أغلب الخطورة لازم تيجي من العرضيات من على الأطراف، لكن ده عمره ما يكون فعال من غير وجود مهاجم صريح جوه الصندوق عشان يستقبلها، ومعاه لاعب وسط بيعمل زيادة عددية عشان يتابع الكرة التانية. يعني عشان نلخص الخطة كلها في كلمتين: ضغط وتواجد. ضغط عالي من أول دقيقة عشان نسترجع الكورة في مناطق قريبة من مرماهم، وتواجد عددي مكثف وشرس جوه منطقة الجزاء عشان نترجم كل فرصة لهدف. في النهاية التكتيك والخطة دي مجرد كلام على ورق، اللي بيحسم الماتش هو التنفيذ في الملعب. التنفيذ ده بيعتمد على تركيز اللعيبة وانضباطهم وروحهم القتالية لمدة 90 دقيقة كاملة. السؤال الأهم دلوقتي، الخطة موجودة، لكن هل العقلية والروح اللي تنفذ الخطة دي هتكون حاضرة؟ ده اللي هنشوفه بكرة.